يا رجاله عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده مش سكريبتد، يعني انا مش كاتب سكريبتات، انا طالع ادردش معاكم في موضوع كده. طبعا زي ما انت عارف لعبه وايلد دريفت كانت من يومين كده، نزلت ايفنت الالوان السنوي بتاع كل سنه. واللي ما يعرفش وايلد دريفت بتنزل كل سنه من شهر 5 لحد 6 ايفنت بيدعم الحقوق المثليين. اللي شاف الفيديو دوت كان هيعرف ان انا كنت اتكلمت عن اسباب مخليه وايلد دريفت على حافه الانهيار او الموت. فكان يعني من احد الاسباب واحد اهم الاسباب اللي انا ما ذكرتهاش هو موضوع دعم المثليين او دعم الاجندات بشكل عام. طبعا في واحد يطلع يقول لي يعني ايه اجندات ويعني ايه الكلام ده. بص، الموضوع لما بدا مع وايلد كان في الاول قشطه، يعني عادي، يعني كلهم بيدعموا الالوان فاهم، وكلهم بينزلوا ايفنتات وبتاع، فالموضوع مش هيفرق قوي وملوش لازم انك تتكلم عنه او تطلع حتى. يعني انا كنت من الناس اللي شايفه كده، لو انت طالما انت خلاص الموضوع يعني هم عملوا حاجه انت مش لازم تتكلم عنها، يعني اللي هو بيقول لك ايه، اميتوا الباطل بالسكوت عنه. لكن بجد يا جدعان الموضوع الكام سنه اللي فاتوا، الفتره اللي فاتت، الواحد بدا يشوف الموضوع من نظره ثانيه. يعني الموضوع ابتدى يزيد عن حده بشكل غريب، حرفيا بقت كل الالعاب، كل الشركات، كل المسلسلات، كل الافلام بقت بتدعم الاجندات بشكل غبي. فيعني واحد ده يقول لي يعني ايه اجندات. بص، الغرب يعني منذ قديم الازل ارتكبوا، يعني في تاريخهم الاسود كله ارتكبوا مجازر، فاهم، احتلوا دول، ابادوا حضارات، فاهم، ابادوا اعراق كامله، تمام، ونسبوا الاراضي بتاعتهم لنفسهم وقال لك احنا اللي مكتشفينها، عملوا بلاوي، فاهم. حاليا المفروض ان هم بيقول لك دلوقتي، لو انت جيت تقول لواحد الكلام ده يقول لك يا عم الكلام ده كان من الماضي بقى، فاهم، خلاص بقى، فاهم، خلاص الدنيا اتغيرت وبتاع. فانت اللي هو فعلا الدنيا اتغيرت، لكن حاليا لما تيجي تبص للواقع اللي بيحصل مثلا في فلسطين، الموضوع دعم الالوان، حاجات كتير قوي بتحصل تثبت لك ان انت لا، يعني هو مفيش، يعني هو الاحتلال ما انتهاش ولا حاجه، ده هو اتغير بس من الاحتلال العسكري لاحتلال الفكري. الغرب حاليا بيتصنعوا المثاليه. يعني ايه بيتصنعوا المثاليه؟ يعني بقيت تشوفهم دلوقتي بيتعاملوا الالوان، حقوق الالوان اللي هي حاجه حرام، وبعدين عن حرام حاجه اصلا ضد الفطره الانسانيه، مرض، يعتبر مرض، فاهم ليه؟ عشان احنا نثبت ان احنا العالم، ان احنا لا، ده احنا بندعم حقوق الانسان وبتاع ومش عارف ايه، واحنا ناس كيوت وناس جميله ومش مؤذيين خالص، وما بنعملش حروب وبتاع. تيجي تشوف مثلا اكبر دوله، فاهم، المفروض ان هم دوله بتدعم السلام وبتاع، فاهم، اللي هي فرنسا، يعني هي اكتر دوله عملت حروب في تاريخ الكوكب اصلا، فاهم، ومشاركه في مجازر بتحصل جنبنا دلوقتي. طبعا اكيد هو في حريه هناك، يعني مش هقول ان مفيش حريه، لكن حريه بمزاج، فاهم، يعني الحاجه اللي تيجي على مزاجي ماشي يا عم، حريه وانت حبيبي وكفاءه، لكن هتخرج بره السياق لا، مفيش الكلام ده. واكبر الدليل على كده هو يعني ولاد الوسخه دول، يعني الناس ديت حرفيا هم يعني مسيطرين على 80% من شركات العالم. فعلا يا جدعان اليهود هم اغنى الناس في العالم. فانت لو اتكلمت عن حد بنص كلمه، يعني انا الفيديو ده مثلا ما ينفعش اذكر اسم ولاد الوسخه دول، ما ينفعش اقول اسمهم، الفيديو ممكن يتشير اصلا، فاهم. فاللي هو ده الحريه، وده بقى الايه لحقوق الانسان بقى في حاجه ثانيه، مثلا حقوق السود. الغرب برضو فاهم عندهم فكره ان هو لا يا جدعان السود دول بني ادمين حلوين جدا، فاهم، والبشره مش كل حاجه، مهم الانسان وبتاع. والفكره اصلا ان هم يعني ما حدش مهتم، يعني انت عارف فكره ما حدش مهتم. الناس في افريقيا برضو، فاهم، في مجاعات في افريقيا، في عده حرب في السودان، وما حدش يهتم، لان ليه؟ الموضوع مش مؤثر فيهم في حاجه يعني، لكن هو تصنع فقط، تصنع. وتشوف كده اكتر في كره القدم اللي المفروض انها كانت من فتره من فترات ما كانش لها علاقه بالسياسه ولا باي حاجه، لكن تشوف كده فعلا ان الغرب او يعني حتى يعني البجاحه وصل فيهم ان هم عملوا مسلسل على نتفليكس بيتكلم عن كليوباترا اللي هي ملكه مصريه، وخلوها سمراء. انت متخيل؟ خلوها سمراء عشان فقط يدعموا الاجندات بتاعتهم. لما تيجي تبص للموضوع من منظور اخر، يعني هتلاقي ان يعني حاجه زي ان وايلد دريفت تعمل الالوان هي مش مفاجاه، كل العالم الغربي بيعمل كده. اللي عايز اتكلم فيه ايه بقى؟ انا مش جاي اتكلم عن وايلد دريفت بشكل عام، يعني هو الفكره برضو زي ما تقول ان احنا في مجتمع راس مالي، فالموضوع كله بزنس. عايز تطلع يقول لي ازاي الموضوع بزنس؟ اقول لك دلوقتي انا شخص عندي منتج، تمام، فانا عايز، ففي ناس بتشتري المنتج بتاعي، ولنقل مثلا احنا عندنا براند هدوم، طب انا عايز احسن البراند ده، يعني عايز ازيد مبيعاته. فحاليا من افضل الطرق ان انت تحسن مبيعاتك في اي حاجه هي اجندات. وفكره الاجندات عامه، انا عايز تيشيرت كده عليه قوس قزح، فاهم، وبرايد والكلام اللي انت عارفه ده. الكلام ده لو انت مثلا مبيعاتك في 100%، فده هيزود لك مبيعاتك في 300%. انت متخيل الرقم؟ والدليل على كده ايه؟ مثلا شركه زي كوكاكولا لما كانت من كام سنه نزلت اعلان فيها اتنين، استغفر الله العظيم يا رب، يعني بيتجوزوا، يعني راجلين بيتجوزوا بعض. عايز اقول لك ان ارباح كوكاكولا في وقت عرض الاعلان ده زادت للضعف. الموضوع حاليا هو متجه ابعاد ان هو ايه، اللي هو مثاليه زياده عن اللزوم، فاهم، وبزنس، فلوس. فانت ما تقدرش تتكلم على الموضوع ده، يقول لك لو اتكلمت يقول لك انت ضد الساميه، فاهم، وضد حقوق الانسان والكلام ده. لو اتكلمت عن حقوق الناس اللي بتذبح في فلسطين يقول لك انت ضد الساميه، فاهم، انت
انت مش بني ادم فاهم. لو قلت ان الهبل موضوع الفيمينست دوت وان الفهم حقوق المراه الكتير ده هبل، برضه هتقول ان انت ضد حقوق الانسان فاهم، ومش مش انسان سوي، وهتبقى ابن برضه. رغم يعني والموضوع ده زاد عن حده برضه في يعني، الموضوع يا جدعان وصل ان بيقول لك ان المراه مش مطالبه انها تحمل اصلا، ان الراجل هو اللي يحمل. انت فاهم الناس بتفكر ازاي، اللي هو احنا بنهمش الراجل فاهم، نرميه في الزباله، والستات لا، والستات دول هو خلاص هم فوق المجتمع بقى. وانا مش بنك دور الستات يعني، انا مش شخص عنصري ولا حاجه، بس الفكره يا جدعان الموضوع بقى لا يطاق، الموضوع بقى موجود في كل حته حوالينا. وفكره حتى لو انت شخص فاهم ومش بتتاثر بالحاجات دي، فاكيد انت ليك اصلا اخ صغير بتاع، فحرفيا يعني اخوه الصغير ده حرفيا هو محاط بجميع الوساخه دي. يعني هو في اي لحظه شاف بوست مثلا، شاف فيديو، شاف فيلم، شاف اي حاجه، هو سهل ان هو يتاثر. الحاجه دي هتعلم معاه طول عمره. فيعني طبعا انا عارف الفيديو ده قصير، يعني هو الفيديو ده انا طلع اتكلم فيه بس ده ليش الموضوع كان جوايا. فواحد يطلع يقول لي طب ايه الحل للموضوع ده؟ بص هو للاسف هو مفيش حل. يعني انا طبعا انا مش هقول لك روح امسح اللعبه فاهم والهبل دوت، يعني هو الحل ان انت توعي الناس اللي حواليك، يعني الناس اللي هي مش فاهمه، الناس اللي هي ما عندهاش فكره عن الموضوع، لازم توعيها. لو انت تعرف اخ صغير فاهم وعيه. يعني بص انا هسيب لك رابط ده للسبورت بتاع اللعبه، تحجز تيكت تقول لهم ان انت مثلا هتشيل الايفنت، لو انت خدت جوائز من الايفنت دوت تكلم السبورت ان هو يشيلها لك الاكونت كله فاهم. اهم حاجه يا جدعان ان احنا يعني الحاجات ديت نبقى عندنا وعي بخطورتها فاهم. الفكره ان دي فكره عامه، الفكره ممكن تموت عادي، تموت ان الناس تكون واعيه للموضوع ده، تكون عندك ادراك ان الحاجه دي غلط وحرام ومش صح. اللي بيحصل في فلسطين الفتره اللي فاتت ديت ده اكبر مثال على وساخه الناس ديت يا جماعه. الناس دي فعليا من اوسخ الدول اللي انت تشوفها في حياتك. والله يرحم الشهداء اللي ماتوا. وبس لو عجبك الفيديو مش تعمل لايك، اشترك في القناه، فعل زر الجرس، وتابعنا على الفيسبوك وتابعنا على الانستجرام. وبس يا معلم، بيس. Have slain an enemy. Kazeton! Severed! Enemy slain. Go on! Ally slain. First turret destroyed. Turret lost. Enemy turret destroyed. Kazeton! Ally slain. Severed! Go on! Enemy turret destroyed. Enemy slain. Nowhere to hide! Ally slain. Killing spree. Ally slain. Severed! Go on! Ally Nowhere to slain. hide! Rampage.
Double kill. Unstoppable. You have slain an enemy. Dominating. Double kill. You have slain an enemy. Ace. Sai! Been slain. You have slain an enemy. Severed! 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 Kazeton! Severed! Sai! Kazeton! Slain. Severed! Top turret lost. Turret lost. Severed! Sai! Severed! Go on! Severed! Double kill. You have been slain. Enemy triple kill. Enemy rampage. You have slain an enemy. Severed! Go on! Severed! Go on! Ally slain. You have been slain. Enemy. Nowhere to hide! Enemy slain. Ally slain. Enemy is unstoppable. Turret lost. Killing spree. Enemy killing spree. Enemy slain. Shut down. Shut down. Go on!
slain. You have slain an enemy. You have been slain. Ally slain. Enemy double kill. You have been slain. حياة النبي محمد دي اللي يجيب لي جلطة، ما حد هيجيب لي جلطة غير ده. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta